فأرجو الالتفات إلى هذه النقطة. ورد في كتاب إسعاف الراغبين رواية عن الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه. أنقل الرواية بتصرف، المصدر انطيته لكم. تقول الرواية أن الحسن المثنى ابن الحسن الصبط، يعني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، هذا يسمونه الحسن المثنى. هذا جاء خاطبا من الإمام الحسين إحدى بناته. الرواية تقول هي أما السيدة سكينة أو السيدة فاطمة. يقول فأجابه الإمام الحسين إني أختار لك ابنتي فاطمة، فهي أشبه الناس بأمي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهي قائمة ليلها صائمة في نهارها، وهي بالجمال أجمل من الحور العين. هنا موضوع الشاهد اللي أريد أتكلم به. قال الإمام الحسين وأما ابنتي سكينة فقد غلب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلح لأي رجل أبدا. هذا النص الوارد في هذا الكتاب وهذا المصدر تزكية الإمام الحسين للسيدة الفاضلة السيدة سكينة. في قبال هذا الكلام من المعصوم صارت فرد هجمة بعد قتل الحسين بمدة من آل الزبير على هاي السيدة الفاضلة. هسه أنا الوقت إذا أسعفني محضر 4 شبهات، إذا أسعفنا الوقت أتكلم بهن كلهم. بالبداية شوف أكو سيد عبد الرزاق المقرم صاحب كتاب مقتل الحسين. السيد المقرم سامعين بي إن شاء الله، تعرفوه، شيبتنا آبائنا، يمكن مار عليكم هيك حسن. سيد عبد الرزاق المقرم قضية نبي الله يوسف إلى جدا التفاتة جميلة باوع. يقول امرأة غلب عليها حب ولي من أولياء الله، قضية زليخة ويوسف. يقول فأنساها ألم المدية، تعبيرها أن درج السكين، يعني هذا الألم بمجرد النظر إلى جمال هذا الولي من أولياء الله شنو؟ أنساها ألم الجرح، تقطع أصبع وهي ما تشعر بالألم. زين هذا ولي من أولياء الله، زين اللي بشهادة المعصوم اللي غلب عليها الاستغراق مع الله شلون؟ هاي أعلى منزلة تكون، صح لو لا؟ هذا الحديث باوع. الكلام في حب الله موجود، لكن يسألون أمير المؤمنين بهاي القضية، قضية الحب والعاطفة لغير الله. وهاي هسه ما شاء الله مبتلين بها كثيرا. أنا هواي ناس تجي تسأل أنا أحب فلانة كذا، هيك قضية حلال حرام. هسه قبل الحلال والحرام الطامة الكبرى أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف هذا اللي يوقع بهاي المسألة. تدري ايش يقول له؟ لا، يقول قلب خلا عن حب الله فأبدله الله حب غيره. هاي مصيبة هاي. فشاهد الحال هاي البنية بنية الحسين سلام الله عليها بشهادة أبيها اللي هو إمام مفترض الطاعة يوصفها بأنها قد استغرقت، قد غلب عليها الاستغراق مع الله فلا تصلح لأي رجل أبدا. آل الزبير ما طاب لهم الحج. أول شبهة ألصقوها بالسيدة الفاضلة بنت الحسين. طبعا أبطال حلقة الليلة حتى اليوم بعد ما بيه كل من طينته بخده. واحد اسمه المدائني، الثاني أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني، هذا معروف مشهور هو وذاك. اللي يريد يقرأ كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصفهاني صاحب هذا الكتاب شو يقول؟ أن السيدة سكينة بنت الحسين هاي الشبهة كانت مجمعا للشعراء،
فكانوا يقولون فيها شعرا وتقول فيهم شعرا. حتى في يوم من الأيام رجل أو شاعر غنائي مشهور معروف اسمه عمر بن أبي ربيعة وصفنه النسوة لسكينة، كلامه هو هذا الشبهة، وصفا تعامل مع النساء، القى شعر للنساء. يقول فبعثت أبو الفرج غلامها لتدعوه، يقول وبقي معهن إلى الصباح، وفي الصباح قال له ابقى عندنا كرم ضيافة كذا. قالهن لا، أنا كنت جاي للمدينة لزيارة قبر النبي، ولكن لا أشرك بزيارتكن أحدا أو بزيارتكن أحدا، يعني مجلسكن حتى النبي بعد ما. بالبداية شباب، هذا الرجل عمر بن أبي ربيعة الشاعر، إذا نرجع للكتب والسياق، أو هاي سكينة، قبل أن أجاوب على هالنقطة هاي أوضح فرد نقطة أيضا مهمة. شوف، من أشد المحرمات بمذهبنا إحنا الغناء، وعليه روايات اللي يريد يراجع خلي يراجع كتاب وسائل الشيعة. واحد أتخطى رواية ببالي أتنقلها يعني بالمضمون مو نصا. واحد يجي يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله أنا أجلس في بيت الكنيف وأطيل الجلوس، العلة شنو؟ يقول له أن لجاري مغنيات فلعلي أطلت جلوسي للاستماع. يقول الإمام التفت له، لكن شلون التفت له؟ قال له يا هذا قم واغتسل وصلي لله عسى الله أن يغفر لك هذا الفعل. عجيب، مجرد واحد يسمع. قال له يا هذا لو تعلم أو أدركك ملك الموت وأنت في هذه الحالة، يا هذا اترك هذا الفعل لأهله فلكل فعل أهل. شهادة الحسين وهي تصير عمة الإمام الصادق، تكون مجمع للشؤراء. عجيب والله. شوف، اكو شاعر تقريبا شعره شوية كله حلو، يعني انا قارينه زين، إيليا أبو ماضي، هذا شاعر أدبي. هذا يقول إذا لم يكن بين العفاف والفسق حد فلم يكن هنالك حكمة ولا استحياء. شو اللي يريد يوصف هذا؟ هاي سكينة مو سكينة بنت الحسين، هاي سكينة بنت خالد ابن مصعب ابن الزبير، والقصة عنها هاي كانت نديمة عمرو بن أبي ربيعة هذا الشاعر، وإلها 2 مطربات، واحدة اسمها البغوم والثانية اسمها أسماء. لكن شنو القضية؟ حتى احنا نتخلص من هاي، هو اسم متشابه، شنو؟ الازقى بظهر آل محمد. هاي القضية الأولى. القضية الثانية هم ينقلها نفس المصدر، أبو الفرج الأصفهاني، لكن هاي شوية مطوخ بيها. يقول هذا عمرو بن أبي ربيعة إلى أبيات شعرية بحق سكينة بنت الحسين. شنو الأبيات بويا؟ يقول أبيات الشعرية يوصف بها فرج حالة لبنت الحسين. اي ما يخالف، آمنا بالله، لكن هذا أولا نرد ب3 نقاط. النقطة الأولى، بغت هذه نفس القصة منقولة في كتاب آخر عن نفس الاسم الأول اللي هي منه سكينة بنت خالد بن مصعب بن الزبير. هاي الأولى. الرد الثاني هذا شوية يراد تركيز باوع. اكو أحد علمائهم اسمه الشنقيقي أو الشنطيطي، هذا واحد عالم من علمائهم هم، هذا إلى تعليقه على كتاب اسمه أمال الزجاج.
هذا شي يقول باوع الاستدلال؟ يقول أنا أستبعد هذا الشعر يكون بحق سكينة بنت الحسين. أنا الأبيات ما جبتهن متعمد، هسه أجيب لكم إياهن على حقيقتهن. يقول ليش؟ يقول حذف التاء بذاك الوقت للترخيم ما موجود عند الشعراء. هيج قضية للترخيم للتخفيف ما كانت بذاك الزمن. يا بلعد منو هاي المشمولة بهاي الأبيات اللي يتكلم بها عمرو بن أبي ربيعة؟ يقول لا، هاي سعيدة أو سعيدة بنت عبد الرحمن بن عوف الزبيري. وهذا في كتاب أمال الزجاج يجيب القصة كاملة. شنو يجيب القصة كاملة؟ يقول هاي كانت وين؟ في بيت الله الحرام في مكة، والتقت بعمر بن أبي ربيعة، قالت له ما لي أراك قد أملت بوجهك عن بيت الله الحرام. يقول هو ايش قال لها؟ دعي عنك هذا، أسمعتي ما قلته فيك من الشعر؟ قالت له شنو؟ يقول قالها هاي الأبيات: قالت سعيدة والدموع ذوارف منها على الخدين والجلباب، أسعيد ما ماء الفرات وطيبه منك وإني على ظمأ وحب شرابي، وأن أيت وقل ما ترعى النساء أمانة الغياب. هذا شعر ينسبون علما لسكينة بنت الحسين، لكن الحقيقة هاي عن لسان هذا العالم. النقطة الثالثة بالرد شبابنا،